ثقتك في أب اعترافك ليها دور. في قصة كده في البستان تحكي عن راهب بسيط ساذج، قالوا له أبوك ده اللي هيدخلك السماء، فبقى إيه هو ساذج وتابعه، فزي ما أبوه يقول له يعمل. فأبوه قال له هو راهب شاب صغير ولسه داخل، تنزل البلد تشتري لنا الطلبية دي. طبعا هم قايلين له في البلد في شياطين وفي حاجات تخوف. راح يشتري من السوق وهو ساذج، فخدته واحدة مش كويسة على البيت، قالت له اجيب لك الحاجة من البيت، وقفلت عليه الباب وهتضيعه. فصرخ وقال يا إله أبويا فلان. لقى نفسه في الدير، لقى نفسه في الدير، لأنه هو عايز ثقته في أبوه، معرفش غير كده. أبويا فلان مسؤول عني، أبويا فلان قال كده، خلاص أبويا اللي قال لي روح اشتري، ماليش دعوة بشياطين ولا عفاريت، أنا مالي، هو قال لي كده الحقني على طول. من أجل هذه الثقة كان برا يمكن أكتر من أبيه في عيني الله، مش مهم، لكن هو كده الصح.